حيت درنا لهم خده بيده في القضيه ديال المعبر الاستراتيجي الضخم ديال الامبراطوريه المجيده اللي متعلق بالامن القومي ديال افريقيا. حيت فتحنا معبر اخر الى جانب الكركرات، فتحنا معبر امكاله وسميناه امكاله باش شنقريحه يجمع راسو ويجمع سروالو، حيت تما طاح ليه السروال في الحرب ديال امكاله وتما اعتقلناه وتما شربناه الكوكاكولا. كنعطيو اشارات الذكيه تلقفوها والغبي دوز عليه ويدوزوا عليه الدكاكه. حذاري من جراندو وحذاري من امثال جراندو وحذاري من هاد الناس اللي كيجيو في توب انهم مصلحين، لانه في مونتريال الشركه. خبر اخر، وهذه المره الكراغله فرحانين. اليوم هو اليوم. علاش فرحانين؟ خرجوا مسؤولين وجاو معاهم وزير ديال التجاره ودايرين جايين الكاميرات والمنابر الاعلاميه اللي عندهم، واش منك يا شروق، واش منك يا بلاد، واش منك يا نهار، واش منك، كلشي جاي. علاش؟ شنو واقع؟ قال لك نجاح اول عمليه ديال الدفع الالكتروني بالجزائر. العالم الاخر دخل حتى هو الحضاره، غيوليو يخلصوا بلا تي بي او. صافي ديك لا ماشين غادي يوليو الكراغله. ودايرين واحد الفيديو صراحه غير حقوق النشر ما بغيتش نحطو ليكم. السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده. عملية موفقة. مين دول؟ واحد المونطون برك شحال جا دونك يعطي لك المال. شحال جا يعطيني شي 170 1700 درهم هكا. الرزق هذا الرسم الثاني اللي نحكموا عليه والله جوستيفيكاسيون. العملية موفقة. هذا ما تقولهاش السيمونتاج، ما تقولش لي بانه يلاه وصلوا ل 2025. لا ما تقولها، ما تحمقنيش السيمونتاج. ولا كيقول لي راه ما كاينش الرئيس وياخو. على اي تقدم ملحوظ، باركوا الناس مراركه ما تكونوش غيارين. هادو راه الا مشينا تجبد لهم الباي بال، خلي الباي بال هادو راه يبداو يطيحوا لينا السيمونتاج. على اي امبروك تي بي او سعد مجيد. الله يبارك فيك. شديري نوريا. يا ويلي 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 يا واش ندير الناس اليوم يا عباد الله. ويلي ويلي الكرغوليه جدك الطاجين. راه كاينين الطواجن اللي تيحطوا فيهم غير كديكور كنت هكا طيب ماكله، وكاينين الطواجن اللي كيطيبوا فيهم. الكرغوليه الا كتشري طاجين جديد ما عارفاه واش غير التقديم ولا الطياب وباقي جديد، بدا تحطو فوق البوطه وكتدكس فيه ديك الخضره باغا تولي مغربيه. فهي دايرين المصيبه في ديك القناه ديالهم ديال سميره، غير حطوه فوق البوطه باقي باقي جديد. يلاه شراوه من الانترنت، حطوه داروا فوق الزيت، دار طراق الطرطق، قال لهم هذاك الشيء كيوقع على المباشر، ما عندهم ما يصدروا. اذا هذا بالنسبه للكراغله والتقليد الاعمى، بغاو يوليو مغاربه بزز. سمعي سرقه زاد، سمعي فاطمه العوج. وبلادي جنة وعليها أنا ينبت ونغير. عباك شحال كنت نحب قفاطن. صح ما باليش سي ماروكان. سي ماروكان. جادور سا، جو لي مي اوجوردي. اودي راه كان بغي نتيقهم ولكن ما كنقدرش، كنحاول والو ما كنقدرش. ها هو دابا راه ماروكان شويه غيولي كراكو. اي لابسه واحد الكراكو بابا. شكون حنا؟ لي حيت فتحنا معبر اخر الى جانب الكركرات، فتحنا معبر امكاله وسميناه امكاله باش شنقريحه يجمع راسو ويجمع سروالو، حيت تما طاح ليه السروال في الحرب ديال امكاله وتما اعتقلناه وتما شربناه الكوكاكولا. البلدان يعني
تسرق هذا التراث تاعنا وتنسبوا ليها، وبحكم انه عندهم هما سياحه، فهذا خلاهم ينشروا هذاك التراث عالميا ويقولوا انه هو تاعهم، وللاسف يعني اغلبيته هو في الاصل تاعنا. مثلا نجيبوا سيره القفطان القاضي. القفطان القاضي هو يعني قسنطيني، مانيش غلطه، وللاسف يعني حتى في قسنطينه ما كانوش يلبسوه بزاف. انا كنت نشوفهم يلبسوا غير القندوره. القفطان غامض تلقاي وحده لابسه قفطان. اصلا هو لباس للرجال. فكري وين كنتوا كي كنا نروحوا نشروا القفطان من المارشيات ويقول لك هذا المنصوريه تاع المغرب بالتكشيطه، القفطان ديال المغرب جاي من المغرب وحر. وين كنتوا؟ ولا غير هادو 3 سنين بان لكم التاريخ تبدل. راه سيدي دخل لينا اللباس التقليدي ديالهم، دستور اللباس الجزائري الهكاوي غيدخل. اللباس التقليدي الجزائري الليله حاضر بقوه. لو تسألوني أفراحنا أبشر والقول بلاد الجزائر. كل تظاهرة وبقوة في كل المهرجانات نلقاو القفطان المغربي حاضر. لا زعما لا يخطي علينا الارشيف وخلاص وداز السي المونتاج. هادي الربط حاولتوا تهبلونا، حاولتوا تخرجونا من عقولنا. الأنظار سلطت على القاعدة الجوية السابعة بخريبكا المغربية، والتي حط فيها سرب من طائرات أباتشي القتالية المتطورة، والتي تعتبر من أقوى المروحيات في العالم. نعطيك البطاطا تعطيني الطيارة، الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع الروس بوكل، والتي تعتبر من أقوى المروحيات في العالم. الطائرات المصنعة من شركة بوينغ الأمريكية هي صفقة تمت خلال عهد ترامب الأول لتنفذ في عهده الثاني، مما صراحة يطرح أكثر من تساؤل. ما حاجة المغرب للأباتشي؟ هل ستقلب موازين القوى العسكرية في المنطقة؟ كيف ينظر إلى ذلك في هذه المنطقة ودول الجوار، وخاصة علاقة ترامب بالقصر الملكي؟ إن شاء الله تجري الرياح تشتهي سفنهم. والانعكاسات على ملفات أمنية حساسة كملف الصحراء وأمن منطقة الساحل. الأباتشي إذن، وما أدراك ما قوة الأباتشي. ودي كون عرفتوا مع من حشرنا الله في الجوار ما غاديش تطرحوا اصلا هذا السؤال. دابا ودا السي المونتاج صافي، راه موازين القوى في المنطقه راه تقلبوا راسا على عقب. لازون محكومه يا خو. قال لك حكا المرار كان نهار العيد غنديروا لهم الشوايح ديال الحدود نبخوا عليهم الدخان. ترى يا جدك هذه راه كدير العجاج ماشي الدخان، هذه العجاج حب وتبن. غا الله يعمل شي واحد راه بعدا ودا السي المونتاج وراهم المؤهلات ديال الطائرات الاباتشي ديالنا. تعرفون هاي الطائرة هي من تصطاد فرائسها وما على الطيار سوى ضغط زر إطلاق النار ليطلق 625 طلقة في الدقيقة. هي مروحية الأباتشي والمتميزة بنظام تحديد الأهداف المرتبط بخوذة الطيار، والذي يوجه المدفع الرشاش مع حدقة عين الطيار واتجاه نظره. في مجرد رؤية الطيار للهدف تتولى أنظمة ليزرية موصولة بشاشات الطائرة متابعة الهدف بدقة. الله يبارك يا سيدي الله يبارك. هذه راه حتى هذوك الصنادل اللي كنتو موالفين كتخليهم في الكركراج ما غاديش تلقاوهم مازال. ولهذا اللي جاب الله شي واحد سخنات ليه الفرفاره، ربما كاين اللي باغي تقرير العصير، راه كاين غير الدرون من هنا والاباتشي من هنا. اللهم اني قد بلغت. لا 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 لا. أباتشي AH-64 المروحية الهجومية الأقوى في العالم. لا يمكن أن نكون في معرض أيضا بدون أن نمر على هذه المروحية كي نتعرف عليها أكثر عن قرب. هذه المروحية التي تتمتع بنظام رؤية متفوق أو متقدم، لديها نظام رؤية نهاري يصل إلى 14 كيلومترا لرصد الهدف، ونظام رؤية ليلي. تعالوا نتعرف عن قرب أكثر على تفاصيل هذه المروحية، حيث في المقدمة يجلس مساعد الطيار وفي الخلف يجلس قائد هذه الطائرة أو هذه المروحية الهجومية. كما ترون في أسفل المروحية هنالك رشاش أوتوماتيكي ب 30 ملي، وهو مرتبط بنظام الرؤية وبالخوذة التي يرتديها مساعد الطيار. فعندما يحرك قائد هذه المروحية رأسه تتحرك معه الخوذة، وبطبيعة الحال الرشاش أيضا يأخذ ذات الاتجاه كما يقوم به طبعا قائد هذه الطائرة. إلى هذه الجهة يمكننا أن نرى بأنها مزودة بنظامين صاروخيين، نظام الصواريخ الخفيفة يمكن وضع 19 صاروخا في هذه الجهة، وهنا الصواريخ الموجهة يعني الأكثر قوة للأهداف، لربما مثل المدرعات أو حتى رصد أهداف أكثر قوة أو أكبر من حيث الحجم. الطائرة أيضا المروحية مجهزة أو مزودة بمحركين، لذا في حال
حالات الطوارئ إذا تعطل أحد المحركات لديها محرك آخر من أجل تفادي سقوط هذه الطائرة الهجومية التي كما ذكرنا تستخدم عادة لتمهيد مسار الحرب للقوات البرية. يمكن رصد الأهداف البرية المتقدمة من جهة العدو، بإمكانها تمشيط الميدان تمهيدا لتقدم القوات البرية كما ذكرنا، ولديها مهام أيضا رصد واستطلاع إضافة لقدراتها الهجومية. نقوم بمحاكاة المهام المسندة باستعمال مجسمات للطائرات، وذلك من أجل إدخال تمارين قتالية. الأنظار سلطت على القاعدة الجوية السابعة بخريبكا المغربية، والتي جملة واحدة قلبت البلاد، تشوكوا مساكن بالخوف، تخلق فيهم الرعب. حط فيها سرب من طائرات أباتشي القتالية المتطورة، والتي تعتبر من أقوى المروحيات في العالم. هذه الجملة الإخوان، هذه الجملة عارف راه دارت الرعب والتي تعتبر من أقوى المروحيات في العالم. الطائرات المصنعة من شركة بوينغ الأمريكية هي صفقة تمت خلال عهد ترامب. الجزائر قوة ضاربة، فهي قوة ضاربة بالفعل مش باللسان. شكرهم لأن يعني أعطيناهم توجيهات صح، ولكن كما يقولوا بالعامة داروا النيف، يعني خدموا 7 أيام على 7 أيام، 24 ساعة على 24 ساعة، تقنيات تقريب جديدة عليهم، ولكن كانوا في مستوى التحدي. هذا اللي خلى الجزائر اليوم وصلت إلى درجة من التقنية والتكنولوجيا في تحلية مياه البحر اللي ممكن تفيد بها الأشقاء وتفيد بها الشعوب الأخرى. خويا عندك نوضنا الصباح خويا، عندك شوف هذه في تليلات، هذه في لاصيلة 2500. شوف العروبية خويا شام دايرين فينا خويا، شوف عندك على الصباح لاله السيد ناض ما بقاش 2 دراج، لي جونط كلشي داهم لها مسكين. عندك هادو عباد هادو خويا، فوت هذا الميساج الله يفتح عليك خويا. هذه في لاصيلة تليلات 2500. عندك خويا عندك نوضنا الصباح خويا، عندك شوف هذه في تليلات، هذه في لاصيلة 2500. شوف العروبية خويا شام دايرين فينا خويا، شوف عندك على الصباح لاله السيد ناض ما بقاش 2 دراج، لي جونط كلشي داهم لها مسكين. عندك هادو عباد هادو خويا، فوت هذا الميساج الله يفتح عليك خويا. هذه في لاصيلة تليلات 2500. حيت درنا لهم خده بيده في القضيه ديال المعبر الاستراتيجي الضخم ديال الامبراطوريه المجيده اللي متعلق بالامن القومي ديال افريقيا. حيت فتحنا معبر اخر الى جانب القرقرات، فتحنا معبر امكالا وسميناه امكالا باش شنقريحه يجمع راسو ويجمع سروالو، حيت تما طاح ليه السروال في الحرب ديال امكالا، وتما اعتقلناه وتما شربناه الكوكاكولا. كنعطيو اشارات الذكيه تلقافوها، والغبي دوز عليه ويدوزوا عليه الدكاكه. حذاري من جراندو، وحذاري من امثال جراندو، وحذاري من هاد الناس اللي كيجيو في تو بانهم مصلحين، لانه في مونتريال الشركه